السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا: كيف تمنع الشهوات من السيطرة عليك في حياتك اليومية؟ هل شعرت يوما أن رغباتك تسيطر عليك بلا وعي منك؟ تحاول مقاومتها لكنها تعود أقوى من قبل؟ اليوم سأشاركك خطوات عملية تساعدك على التحكم في شهواتك بطريقة ذكية وفعالة. تابع معي حتى النهاية لتعرف كيف تتحكم في حياتك بدون أن تكون عبداً لرغباتك. أول شيء يجب أن نفهمه هو أن الشهوة ليست مجرد الجوع أو الرغبة في الطعام فقط. الشهوة يمكن أن تكون أي شيء يجذبك: الرغبة في استخدام الهاتف، تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، العادات السيئة، وحتى الغضب أحياناً. المشكلة ليست في شعورك بهذه الرغبات، بل في السماح لها بالتحكم في حياتك. الأشخاص الذين يعيشون بالأوعي غالباً ما تتحكم الشهوات فيهم أكثر من قدرتهم على التحكم بأنفسهم. عندما تصبح الشهوة هي المسيطرة، تبدأ في إهدار وقتك، طاقتك وتركيزك. تدخل للهاتف لتصفح شيء واحد، وفي النهاية تجد نفسك قد أضعت ساعات بلا أي فائدة. وهذا مجرد بداية الأثر السلبي الذي يمكن أن يصل إلى إدمان العادات السيئة. لكي نتحكم في الشهوات، علينا أولاً أن نكون واعين. كلما شعرت برغبة قوية، توقف قليلاً، خذ نفساً عميقاً، واسأل نفسك: هل هذا الشيء سيفيدني أم سيضرني؟ ثانياً، غير بيئتك. ابتعد عن المحفزات التي تزيد رغبتك، وحدد أوقاتاً معينة لاستخدام الهاتف أو أي عادة أخرى. ثالثاً، استبدل الرغبة بشيء إيجابي. إذا شعرت بالجوع أو رغبة في شيء غير صحي، جرب المشي قليلاً، شرب الماء، أو القيام بنشاط صغير يحول انتباهك. تخيل هذا المثال: أنت أمام طعام شهي جداً، وتريد أن تحافظ على وزنك أو صحتك. هل ستستسلم؟ توقف لدقيقة، خذ نفساً عميقاً، وفكر: هل سيجلب لي هذا الشيء السعادة على المدى الطويل؟ مثال آخر: مواقع التواصل الاجتماعي تسرق منا ساعات طويلة. توقف قليلاً، حدد وقتك، وستلاحظ راحة نفسية كبيرة. بهذه الطريقة سيكون عقلك هو من يتحكم في حياتك، ليس رغباتك. التحكم في الشهوات ليس سهلاً، وستواجه صعوبات، لكن بالصبر، بالوعي والخطوات اليومية الصغيرة ستتمكن من السيطرة على حياتك. حاول تطبيق نصيحة واحدة على الأقل كل يوم، وسترى فرقاً كبيراً خلال أسابيع قليلة. السر هو الوعي، تغيير البيئة، واستبدال الرغبات بعادات إيجابية. اتبع هذه الخطوات واحدة تلو الأخرى، وستشعر براحة نفسية أكبر، طاقة أعلى، وحياة تتحكم فيها أنت، لا الشهوات. ابدأ اليوم بخطوة صغيرة، وسترى كيف يمكن للتحكم في رغباتك أن يغير حياتك بالكامل.